عمرك لاحظت ان انت بتبدأ يومك كويس وبعديها بشوية بتحس ان انت تركيزك ضاع حتى لو يومك كان لسه طويل؟ خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية. ركز معايا. احنا متعودين ان احنا او معتقدين ان احنا او فاكرين ان المشكلة دايما في الوقت، مش منظمين، مش ملتزمين، او محتاجين نشتغل اكتر. بس الغريب اللي انا عايز اقوله لك ان في ناس كتير وقتها اقل منك ومني بس تركيزها اعلى. ازاي؟ هقول لك. العقل البشري عنده طاقة محدودة لاتخاذ القرارات. ايوه، وهقول لك ازاي. كل قرار صغير بيسحب من نفس الخزان الذهني، وده اللي بيسموه اجهاد اتخاذ القرار. وهفكك لك الفكرة بطريقة اعمق شوية. يعني مش التعب الجسدي اللي عندك هو اللي بيضيع تركيزك، لا، كتر الاختيارات هي اللي بتضيع تركيزك. البس ايه؟ افطر ايه؟ ارد ولا اسكت؟ اكمل المشوار ولا اجل؟ مراتي بتقول لي تتغدى ايه؟ ماما بتقول لي اليوسفندي فين؟ انا صحابي بيهزروا بيقولوا لي هنتغدى ايه؟ هو انا اصلا كنت فين؟ لا، انا كنت في الشغل على فكره. انا كده كنت في الشغل. يعني انت كل ده في الشغل؟ مفيش، خلاص الساعه 1 الظهر انا مش قادر اشتغل. ليه؟ علشان اجهاد اتخاذ القرار. بمعنى تاني ان كل ده بيستنزفك من غير ما انت تحس. وخليني اقول لك مثال واقعي عن الموضوع ده. عشان كده انت في اول اليوم بتفكر بهدوء. الصبح انت ممكن تفكر بهدوء وتاخد قرار زي الفل، وفي اخره بتغلط في ابسط قرار. مثلا هاخد اقليمي ولا دائري، تمشي من 90 الجنوبي عادي جدا، وترجع في الاخر تستغرب نفسك، هو انا في الاخر بختار غلط ولا انا باخد قرارات غلط ليه؟ يعني ايه اللي انا بعمله؟ والتطبيق العملي في الموضوع ده اللي انا عايز اقوله لك كالاتي. اعمل ده كل يوم الصبح. اولا قلل القرارات الصغيرة اللي بتاخدها في يومك. خلي كل يوم نفس الروتين الصبح. خلي كل يوم اختيارات اقل. خلي ترتيب يومك ثابت للرفايع اللي اصلا بتستهلك عقلك، وسيب طاقتك للحاجات اللي هي فعلا محتاجة تفكير وقرارات. الخلاصة يا سيدي الفاضل ان مش كل تنظيم بيزود الانتاجية. احيانا تقليل الاختيارات هو اذكى قرار.